مشاهدينا نرحب بحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل. والحقيقة يعني الواحد محظوظ أنه مع 2 من المتخصصين المعروفين المشهورين اللي هم بيقدموا لنا نصيحة طبية نتيجة خبرة طويلة جدا. خليني أرحب مرة تانية بالدكتورة هالة أغا، رئيس وحدة القلب بمستشفى أبو الريش الجامعي. دكتورة منورانا، أهلا وسهلا بيكي. أهلا مرة تانية بالدكتور أحمد الوكيل، الأستاذ المساعد بطب قصر العيني جامعة القاهرة. دكتورة، الملف شائك ومرعب ومقلق، ولكن ايضا لما يكون مع اهل التخصص بيكون مطمئن جدا ببساطه شديده. يعني خليني اقول لك يا دكتوره، ملف ثقب القلب موضوع حلقه اليوم الحقيقه بيسبب قلق طبيعي عند الام المصريه بالذات ربة البيت. يعني دكتوره، يعني من خلال خبره حضرتك المتراكمه ومستشفى ابو الريش ما شاء الله صرح طبي للاطفال كبير جدا، ايه هي الحالات اللي ممكن نصنفها ومن خلال استقبال حضرتك لهذه الحالات في المستشفى، وازاي حضرتك بتقدري تشوفي الحالات الأكثر شيوعا من الأقل شيوعا؟ بشكر الأول الدكتور أحمد الوكيل للدعوة وللتوعية بأمراض القلب عند الأطفال. تمام. سواء عيوب قلب خلقية أو مكتسبة. تمام. عيوب القلب الخلقية زي ما سمعت الدكتور أحمد استفاض فيها وركز على الثقب بين الأذنين والثقب بين البطنين. الثقب بين البطنين والبين الأذنين من العيوب القلب الخلقية البسيطة. زي ما احنا عارفين ان الثقب ده ممكن يكون صغير أو متوسط أو كبير. الثقب الصغير ده بيعمل صوت أقوى، يعني الثقب اللي بين البطنين ثقب كأنه علامته صوت واضح مع دكتور الأطفال، والأعراض بتاعته مش موجودة عند البيبي. وزي ما الدكتور أحمد وضح إن ممكن الطفل يجي بنهجان أو عدم اكتمال النمو. تمام. بس الثقب الصغير ما بيعملش غير صوت مع دكتور الأطفال. بس ايه بقى اكتر حاجه حضرتك بتشوفيها شائعه، بما ان حضرتك دورك اكتر في التشخيص وان حضرتك الطفل بيظهر اول ما بيجي لحضرتك، ايه اكتر امراض حضرتك بتشوفيها وبيبقى تعامل حضرتك ازاي مع الطفل ومع الاهل من ناحيه الشيوع؟ طيب احنا نقول بس الاول، احنا مستشفى ابو الريش بتستقبل كام عيان في السنه؟ 15,000 عيان في عياده امراض القلب. 15,000 رقم فلكي يا دكتور، من كل محافظات مصر. العيب اللي اكثر شيوعا هو الثقب بين البطنين اللي هو بيمثل 30% من العيوب القلب الخلقيه. تمام. ممكن يكون لوحده او يصاحبه امراض تانية، او ضيق في شريان او في مخرج البطين، وده بينقلنا لحته تانية من الثقوب. الثقب اللي بين الأذنين ده قصة تانية. الثقب اللي بين الأذنين عيبه الأساسي إن هو ممكن ما يعملش أي عرض، والطفل يجي ونكتشفه بالصدفة عن طريق الموجات فوق الصوتية. الدكتور أحمد بيقول لي هو احنا بنكتشف العيوب القلب الخلقية إزاي؟ دورنا في تشخيص سواء بالكشف الإكلينيكي أو عن طريق الأشعة العادية أو الموجات فوق الصوتية. والموجات فوق الصوتية بقت لها يعني أدوار واضحة في الأمراض القلب، سواء الموجات فوق الصوتية العادية أو الدوبلر أو حاجات بتشخص لي الأنسجة بتشتغل إزاي. بنعمل أساطر تشخيصية أو علاجية. والحمد لله دلوقتي الثقوب بين البطنين وبين الأذنين والقناة الشريانية بقت كأنها الشغل روتيني لنا في قسطرة القلب، بنقفلها. المشكلة الأساسية طبعا التكلفة بتاع السدادات للثقوب أو القنوات الشريانية. تمام. بقت شغلنا الأساسي في قسطرة القلب، بس قسطرة القلب ممكن نستخدمها كمان عشان التشخيص لو لم نتمكن بالتشخيص بواسطة الموجات فوق الصوت. طيب تأذن لي يا دكتورة هالة، يعني حضراتكم متخصصين وزي ما نقول بالبلدي كده ايديكم في المطبخ. خليني ارجع قبل التشخيص وقبل الإصابة. الأم الحامل، عايز اسمع نصيحة من حضرتك للأم الحامل، لا سيما فيما يتعلق بتغذيتها.
اقلاعها عن عادات معينه كالتدخين. في بعض السيدات مدخنين وللاسف بيدخنوا شيشه كمان، يعني انا ساعات بشوف حاجه مزعجه جدا جدا، مزعجة يعني مش مزعجه ليها لوحدها ولا للمجتمع، مزعجه كمان للجنين. عايز اسمع النصيحه من حضرتك وبرضه النصيحه من الدكتور احمد. اهم حاجه بنقول للام وهي حامل، خلي بالك من التعرض في اول 3 شهور من الحمل. 3 شهور ده بيتكون قلب الجنين، سواء ان انت تخلي بالك ما تتعرضيش لالتهابات، لادويه، مهم جدا الادويه، لو في سكر نتعالج، لو في ضغط يتعالج. من الحاجات اللي بتسبب امراض العيوب القلب الخلقيه جواز القرايب، وللاسف عندنا في مصر جواز القرايب لسه مشكله، وخصوصا في صعيد مصر. تمام. فده من اهم الاسباب لعيوب القلب الخلقيه. طيب اسمع دكتور احمد قبل ما اخد الاتصال الهاتفي. القطط ده دكتور اجابتك جميله قوي، دخلت في الموضوع. القطط مشكله هي بتبقى طفله صغيره وبتحب القطط وعايزه تلعب، وبعدين تكبر عندها قطه مربياها والقطه دي بتجيب ما يسمى بالتوكسوبلازما، ودي مشكله رهيبه لو جت للطفل. فيا جماعه القطط مش حاجه ظريفه ان احنا نخلي خصوصا البنات بيتاذوا منها جدا جدا جدا. اشكرك يا دكتور والله على النقطه دي. أيوة الاستاذ سعيد من كفر الشيخ، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وانتم حضرتكم طيبين. حضرتك بخير وسلام. سؤالك يا فندم. الله يخليك حضرتك. انا عندي طفله عملت لها عمليه قلب مفتوح في سنه 2017، كان رباعي فالوت. تمام. حضرتك عملتها يعني تبع جمعيه من الجمعيات اللي موجوده حضرتك. تمام. في مستشفى خاصه. تمام. فحضرتك بعد ما اتعملت العملية حصل تلف في الأنسجة اللي ما بين العضلة والقلب. تمام. ماشي حضرتك. حضرتك جينا بعد كده قالوا عايزين جهاز اسمه بيس ميكر. ماشي. فجبناه برضو، وفرناه وجبناه، عملناه ركبناه في ابو الريش. دلوقتي حضرتك احنا السعادي بنروح نتابعه في ابو الريش كل 5 شهور حضرتك. فطبعا يعني الدكتور اللي بنتابعه معاه في اسكندريه قال يعني البطين الايمن فيه تضخم شويه. طيب هنستمع للاجابه من الدكتوره هاله. الدكتوره هاله هو بيتكلم ان عمل لها عمليه قلب مفتوح وفي تفاصيل لاحقه طبيا بعد العمليه دي. ربما حضرتك توجهيه بنصيحه معينه في هذا الموضوع. احنا بس بنقول ان رباعي فالوت مش من العيوب القلب الخلقيه البسيطه. واي تدخل جراحي بنبقى عارفين ان في ممكن يحصل منه تتبع، عشان كده اول ما القلب بيتفتح بواسطه الجراح المتابعه الروتينيه مدى الحياه. ده اللي اهم حاجه بننصحها للاهل، يعني هي مش عمليه لوز وهنمشي بعد. هنمشي صحيح. لازم نتابع سواء كهربة القلب، سواء العضله شكلها ايه، سواء المخرج بتاع البطين شكله ايه. فالمتابعه والكهرباء بتاعت القلب دي ممكن من مشاكل اصلاح ما بعد رباعي فالوت. تمام. المتابعه ده ملعبك يا دكتور. هو في نقطه مهمه. المتابعه بتبقى مشتركه ما بين طبيب القلب وجراح القلب. والدكتوره هاله لما قالت كان قصدها ان الطفل هيفضل يتابع طول العمر. الراجل ده عنده مشكلتين، هو احتاج يركب جهاز لتنظيم ضربات القلب. الحاجة التانية هو بيعلق انه في حاجة في البطين الايمن. مرض رباعي فالوت هو مرض البطين الايمن. مشكلة رباعي فالوت الاساسية ان البطين بيبقى مخرج بتاعه فيه عضلات تخينة جدا، وازالة العضلات دي عشان نفتح المخرج احيانا بيضعف وظيفة البطين. مشكلة التانية في رباعي فالوت انه كل ما بيأخر علاج الطفل كل ما وظيفة القلب بتبقى اصعب واسوأ. هو واضح ان المشكلة عنده الاساسية في وظيفة البطين الايمن. تقييم وظيفة البطين الايمن بيبقى اكتر شغل الدكتورة هالة. ممكن في الحالات المتقدمة منهم بنحتاج نعمل رنين مغناطيسي علشان نشوف بالظبط الدم داخل ازاي ونرسم المجرى بتاعه جوه القلب. احيانا بيكون في زي حتة عضلة صغيرة معدية بالعرض، فبتبقى عاملة جزء من الاختناق لسه متبقي، وده على حسب درجة المشكلة اللي هي عاملاها، على حسب هيكون العلاج ازاي. هل هندي أدوية زي البيتا بلوكرز دي
تهدي العضله شويه بحيث انها تقدر تؤدي وتعمل وظيفتها بشكل افضل، تمام. ولا هيكون ما عندناش حل غير الجراحه؟ من ضمن المضاعفات الثانيه اللي ممكن تحصل لرباعي فالوت ان احنا لما بنفتح المخرج بتاع القلب احيانا بيحصل فيه زي تمدد زياده عن اللزوم. فلازم ده اللي بيشخصه الدكتوره هاله والفريق بتاعها، وساعتها الحل يا اما انه بيكون حاجه صغيره فالدكتوره هاله تقول سيبه لنا احنا هنكمل معاه بالعلاج، او الدكتوره هاله تقول لا الطفل حالته وحشه مش نافع معاه بالعلاج، فبعد اذنكم يا جراحين لازم نعمل تدخل للموضوع ده. ومن هنا فالمتابعه بتاعه رباعي فالوت ده بيفسر كلمه دكتوره هاله ليه المتابعه بتاعه رباعي فالوت طول العمر. متابعه رباعي فالوت طول العمر مع طبيب القلب اساسا، ثم مع جراح القلب اذا طبيب القلب طلب ده، علشان احيانا بيكون في حاجات صغيره محتاجه تتظبط بعد كده. تمام. يمكن عم سعيد يا دكتوره وهو بيتكلم حسيت من كلامه انه بيتكلم على بعض الحالات المعقده شويه، ده يخليني اسال حضرتك سؤال باعتبارك متخصصه ومستشفى والريش ما شاء الله صرح طبي اطفالي كبير، يعني الحالات المعقده بثقب قلب الاطفال ازاي حضرتك نقدر نتابعها؟ المعقده ممكن تكون معقده ان هي معاها عيوب تانية زي اختلاف الشرايين، زي الطفل ما يكون عنده بطين اوحد، زي ما يكون عنده زي الرباعي فالوت. ده مهم جدا ان احنا نقيمه ونقول امتى هنتدخل سواء بالقسطره او سواء بالجراحه. تمام. فالمتابعه الدوريه مهمه. انا احب بس ازود على كلام الدكتور احمد ان بالنسبه للرباعي فالوت لو في ارتجاع شديد في الصمامات بعد العمليه، دلوقتي بقى في آلية لوضع صمام بواسطة القسطرة، وإن شاء الله في أكتوبر هنعمل ورشة عمل هيتحط فيها صمامات عن طريق القسطرة، ودي هتبقى أول مرة تتعمل في مستشفيات جامعية في جمهورية مصر العربية. ما شاء الله. دكتور أحمد الوكيل أستاذ جراحة القلب طب القصر العيني، التدخل الجراحي ومراحل العلاج للأطفال، هل الجراحة فقط هي الحل الأمثل ولا ربما يكون في مراحل تسبق عملية الجراحة؟ المريض في الأول بيتعرض على طبيب قلب الأطفال. طبيب قلب الأطفال بيقرر هل العيب بسيط ينفع نتعامل معاه عن طريق الأدوية وتغيير نمط الحياة، زي تظبيط الأكل، زي التحكم في كمية الملح في الأكل، ولا العيب أكبر من إنه يجي بالعلاج. تمام. إذا كان العيب أكبر من إنه يجي بالعلاج ساعتها يبقى قدامنا حل من اتنين، يا إما إن إحنا هنلجأ لاستخدام القسطرة، يا إما إن إحنا هنلجأ للجراحة. برضو الدور الأول هنا بيكون لطبيب القلب. طبيب القلب بيقرر هل العيب دوت يقدر يجي معاه ويتحسن عن طريق إن إحنا نعمل قسطرة. إذا ده ممكن خلاص بيكمل في سكة القسطرة. تمام. القرار في كتير من الأحيان بيعتمد على ما يسمى بفريق القلب. فريق القلب ده هو طبيب القلب مع جراح القلب مع طبيب التخدير مع طبيب الرعاية. ظهر اسلوب جديد للعلاج احنا بقينا نستخدمه دلوقتي، الدكتور هاله كانت هي الرائده في انها تدخله في جامعه القاهره، اللي هو العلاج الهجين. يعني ايه علاج هجين؟ يعني الطفل حالته اكبر من انها تجي بالقسطره بس اسهل بكتير من انها تعمل بالجراحه. فساعتها ما بنفتحش القلب، بنعمل فتحه صغننه خالص. تمام. والدكتوره هاله بتدخل بالجهاز تروح قافله الثقب. شغل هاله دكتور، وده بيبقى شغل مشترك. الدكتوره هاله بتقيم المريض وبتقول ان احنا والله نقدر نعمل ده، والجراحين بيقولوا طب حضرتك تحب ان احنا نساعد ازاي، فتقول انا محتاجه منكم ان انتوا تحطوني في المكان الفلاني بالشكل الفلاني وتخش زي الخد وهات في الكوره. تمام. قبل ما اسال حضرتك عن بروتوكولات التعاون الحقيقه مع الفرق الاجنبيه، خليني اخد محمد من بني سويف. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا دكتور انا كنت عندي طفل كان عنده سنه وجاله كان عنده ثقب، فقفلته. رحت مستشفى الأورمان وعملت الثقب، وبعد ما عملوا العمليه قالوا له خلاص اتعامل معاه طبيعي. هو دلوقتي عنده 4 سنين وانا ما عملتلوش اي اشاعات ولا اي حاجه تاني. طيب دكتور احمد، يعني تحب تسال محمد اسئله؟ هو عنده اعراض يعني لسه في عنده تعب نهجان ولا الولد كويس خالص معاك؟ لا الولد كويس، عشان كده انا ما عملتلوش اي حاجه. انا بتهيألي كده السؤال يبقى للدكتوره هاله هي اللي تقول لنا رايها ايه. زي ما اتفقنا اول ما القلب بيتفتح المتابعه على مدى الحياه، متابعه للكهربة القلب لعضله القلب حتى لو ما فيش اعراض. تمام. المتابعه كل سنه، كل 3 شهور، كل سنتين. مين اللي بيحدد؟ طبيب قلب الاطفال المتخصص وعارف هو هيبص على ايه في المتابعه. تمام. ممكن نرجع للهجين
عشان الهجين ده تخصص ابتدى عندنا في 2013 ما شاء الله في مستشفى أبو الريش. احنا القسطرة الوحيدة اللي موجودة. اتعمل حوالي 18 عيان، سواء بقى وضع سدادات عن طريق فريق متكامل من الجراحين وأساتذة قلب الأطفال للمساعدة في أخذ أقل خطورة بدون وضع المريض على المكنة القلب الصناعي. ممكن عن طريقها بنحط دعامات جوه القلب أو سدادات. أنا آسف يا دكتورة البطل، أنا بشكر محمد بن سويف، ويعني مشاهدينا الاتصالات الآن نتلقاها من حضراتكم. أي استفسار مع دكتورة هالة أغا، دكتور أحمد الوكيل، إحنا في انتظار اتصالات حضراتكم. اتفضلي يا دكتور. فبواسطة التدخل الهجين بنقدر نتدخل بأقل العواقب للمريض. الطفل اللي هو وحجمه صغير ما نقدرش نقفله بالقسطرة العادية، تمام. بندخل بالتدخل الهجين. طيب التعاون مع الفرق، أنا عارف إن حضرتك ليك اتصالات بالذات مع الإيطاليين في الموضوع ده. كلميني يا دكتورة عن الغرب والتكنولوجيا اللي موجودة هناك، وفكرة نقل التكنولوجي دي موجودة هنا في مستشفياتنا هنا في جامعة القاهرة وفي مصر تحديدا. يعني مستشفى أبو ريش من أوائل المستشفيات اللي هي عاملة تعاون مع كل المراكز، سواء إيطاليا، ألمانيا. ما شاء الله. إيطاليا من سنة 1992 دكتور فرجولا مستمر في التعاون مع الفريق الأساطر، بيجوا يعملوا ورش عمل سواء جوه القسطرة أو العمليات. إحنا زيارات مستمرة للمركز عندهم في سان دوناتو، الهدف منها تبادل الخبرات. تمام. هم ما بيجوا هنا بيزودونا بمعلومات أو تكات كانت يمكن عاوزين نعمل عليها هايلايت شوية. احنا ما بنشوف هناك بنرجع متحفزين ان احنا نكمل المسيرة بنفس المستوى واحسن ان شاء الله. ان شاء الله. دكتورة هالة، يمكن الحديث اكتر من شائق لما بنتكلم على مرحلتين، مرحلة الجراحة ومرحلة ما قبل الجراحة. الحقيقة في ناس كتيرة جدا بتبعت أسئلة واستفسارات، هل المتابعة جزء أصيل من العلاج؟ المتابعة، لأن في بعض الناس مجرد ما بيعمل العملية خلاص ما بيتابعش، ودي يمكن دي ثقافة ربما تكون، خلينا أقول كده يعني إيه، غائبة شوية عن الشارع المصري. مهم جدا عشان اكتشاف المبكر لأي أعراض أو أي عواقب لأي تدخل سواء جراحي أو بالقسطرة. لما بكتشفه بدري بعرف أعالج بدري، سواء بدوائي أو أكمل حاجة تانية. زي ما قلت لحضرتك ممكن نكمل بحاجة تانية، يعني الجراح يشتغل على حتة وإحنا نكمل عليه حاجة تانية بالقسطرة. فالمتابعة أساسية في شغل العيوب القلب الخلقية أو الأمراض القلب للأطفال. طيب دكتور الوكيل، اسمح لي أنقل لك إحساس لبعض الناس أنا قابلتهم، يعني أول ما يسمع جراحة قلب يعني قلبه بيقول لي بيقع في رجليه بالبلدي كده. يعني أنا عاوز حضرتك تطمنه طبيا وعلاجيا ان الحالات دي اصبحت متاحة. خليني اقول لحضرتك انا مش من المؤمنين ان انا اطمن، انا مؤمن بنقل الحقيقه. تمام. يعني ايه؟ يعني انا ما بيجي لي مريض حالته مطمئنه بقول له احنا هنكمل وهناخد الخط الجراحي وان شاء الله احنا هنمشي كويس. اذا حالته مش احسن اختيار للجراحه انا بعرفه، لان انا مؤمن ان الصراحه والصدق وان المريض لازم ياخد قراره بنفسه. طيب خليني بقى اتكلم هنا على الاحصائيات بتقول ايه. الارقام انا لا بطمن ولا بخوف. تمام. في حالات قلب الكبار معظم الجراحات نسبة النجاح بتاعتها في جراحات الشرايين وجراحات الصمام، ودلوقتي كمان داخلين على الحاجات العادية في الشريان الأورطي وتمدد الشريان الأورطي. احنا بنتكلم على نسب نجاح تتراوح، إذا المشكلة فقط في جزء معين من القلب اللي هو الصمام أو الشريان بس مفيش حاجة تانية، بنتكلم عن نسبة نجاح من 98 ل 99%. يعني إيه؟ يعني جراحة القلب المفتوح بقت نسبة الأمان فيها في الحالات العادية اللي هي تمثل حوالي 85 ل 90% من الحالات اللي احنا بنعملها، تقريبا زي انك تعدي المحور، زي ان انت تاخد العربيه وتروح اسكندريه. يعني كان عندي الطفله اللي هتتعمل بكره دي هم طيب من الصعيد. قبل الطفله تأذن لي بس انا بعتذر لمشاهدينا، يعني الوقت طبعا ضيق جدا. كل استفساراتكم على صفحه البرنامج على الفيسبوك،
والارقام موجوده، تتواصلوا معنا في اي وقت يعني، لان الاتصالات هيبقى صعب. اتفضل يا دكتور. الطفله عندها وزنها 7 كيلو، وهم خايفين وبيقولوا لي طب احنا يعني هو باباها ووالدتها اطباء، تمام، ف احنا قلقانين. فقلت لهم يا جماعه انتوا جايين منين؟ قالوا احنا جايين من محافظه من الصعيد. تمام. قلت لهم خطوره الطريق تساوي خطوره الجراحه، يعني احنا هنعمل ايه؟ قلت لهم زي ما انتوا جيتوا فنتوكل على الله. فدي اول جزء. الجزء الثاني الناحيه الثانيه خالص، الناحيه الثانيه خالص اللي هو عيان حالته صعبه جدا ونسب النجاح فيه مش عاليه. في بعض الناس بتفهم لما نقول لهم ان نسب النجاح مش عاليه واحنا بنوصي ان احنا ما نعملش تدخل جراحي سواء كان احنا او اطباء القلب، ان احنا بنتهرب من المريض او ان احنا رافضين نعالجه. لا، ده مش حقيقي. صحيح. انا هتكلم عن احنا الفريق بتاعنا، احنا بنشتغل ازاي. احنا طبيب القلب بيبص على المريض كويس وبيقول رايه. لو المريض محتاج تدخل جراحي بيقول انا شايف ان التدخل الجراحي ده نسبه نجاحه كذا. وبعدين الجراحين بيبصوا على المريض، لان هي عامله زي 2 بيبصوا على حجر الماظ. تمام. ده بيشوف منظر وده بيشوف من منظر، رؤيه ورؤيه مختلفين. تمام. شويه زي بس بيكملوا بعض. حضرتك عارف ان احنا عندنا عينتين، انت عارف ان كل عين بتشوف منظر مختلف. فهما الاثنين بيشوفوا نفس الحاجه بس بمنظور مختلف. فالجراحين لما بيكون نسبه الخطوره عاليه بيبداوا يزقوا، يعني بيزقوا الحد يشوفوا هل نسبه الخطوره دي احنا عارفين ان عندنا امل ان احنا نطلع بالمريض ولا الامل ده ضعيف جدا. تمام. نصيحتي اذا يعني ده بيحصل في اقل من 1% من الحالات، بس اذا احنا كانت النصيحه ان بلاش يبقى بلاش. للأسف الشديد الوقت انتهى، لكن جزيل الشكر والتقدير لضيفتي الكريمة الدكتورة هالة أغا، رئيس وحدة القلب مستشفى أبو الريش الجامعي. شكرا جزيلا دكتورة. وخلينا أقول لك مايسترو القلب أحمد الوكيل، أستاذ جراحة القلب قصر العيني جامعة القاهرة، والحصل على الدكتوراه في جراحة القلب والصدر. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. شكرا مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد إن شاء الله. لكم مني أرق المنى. السلام عليكم ورحمة الله.